هو انت ايه اللي وصلك مع مراتك انكم مش عارفين تتكلموا مع بعض كلمة واحدة؟ بتأثروا في الحديث مع بعض ومحدش طايق كلمة للتاني، وكل شيء اتغير وتحولت الحياة ما بينكم لأداء أدوار لا أكتر ولا أقل. والسؤال هنا هو ايه اللي وصل علاقتكم للمنحنى الخطير ده؟ وايه اللي حول حياتكم لجو الاحتقان والخلافات والمشادات والمشاحنات الدايمة دي؟ وليه المشاكل اتعقدت ما بينكم للدرجة دي ووصلت بيكم للمرحلة ان الحوار انهدم ما بينكم بالشكل ده وانكم مش قادرين تتكلموا مع بعض كلمة، والحياة اصبحت ما بينكم كلها مناوشات ومشاجرات طول الوقت؟ ايه اللي وصلكم واضطركم ان الاحترام يسقط ما بينكم للدرجة دي؟ عارف انكم في متاهة كبيرة والدايرة عمالة تكبر، عارف انك حاولت كتير لحل المشاكل لكن من غير فايدة، لدرجة انك فقدت الامل ان ممكن مشاكل بيتك تتحل تاني وانك تصلح كل اللي خسرته في بيتك، وعارف كمان انكم انتوا الاتنين ما عندكمش طاقة خلاص انكم تحاولوا تاني، وشايف قد ايه انتم الاتنين مرهقين نفسيا ومحتاجين اللي يطبطب عليكم، عارف انكم وصلتم لحالة من اليأس ان في شيء ممكن يتغير، عارف كمان انهم ممكن يكونوا بيتهموك انك سبب كل مشكلة في البيت في الوقت اللي انت عاصر فيه نفسك عشان توفر لهم عيشة وحياة كريمة، وعارف كمان انك وصلت لدرجة من القفلة انه اسهل عليك انك تسلم بظنونهم فيك وما تبررش من انك تتكلم لان الكلام اصبح تقيل قوي، وعارف ان انعدام الحوار ما بينكم واللي هو مؤشر على انهدام العلاقة كلها وتقصيركم في الحديث مع بعض، والحياة اللي بدأت تنطفي ما بينكم بالتدريج لغاية لما انتهت وتحولت لشوية حاجات بتجمعكم من اكل وشرب وتفاصيل البيت والعيال وبس. عارف ان كل ده ما جاش من يوم وليلة، وسامعك بتقول ان ده كان ثمرة سنين من الاهمال واللامبالاة والانانية، سنين من التلاشي وعدم الاهتمام، نتيجة اذية وخذلان على مدار السنين، وافتقاد كل واحد منهم لحاجة كان بيدور عليها في التاني وما لقاهاش لسنين طويلة. عارف انه مش وليد موقف واحد، المهم ان النتيجة انكم وصلتم لاحساس دايما منكد عليكم ومخليكم مش طايقين كلمة لبعض ومخليكم مش قادرين تشاركوا اي تفاصيل للحياة مع بعض، وسامع كل واحد منكم بيقول مش قادر، حاولت كتير ومش قادر. وفي نقطة انعدام الحوار دي عايزك تعرف ان الشيطان ما بيبذلش مجهود في شيء اكتر من انه يقطع قنوات الحوار ما بينكم، بيصب كل مجهوده عشان يوصلكم لنقطة الانغلاق اللي انتم عايشينها دي، باختصار لانه عارف ان الحوار اقصر طريق لحل اي مشكلة. فخالف إرادة الشيطان دي واصنع أجواء محفزة على الكلام من اختيار الوقت والمكان ونبدأ نتناقش من جديد. عارف إنه صعب لكن مهم، فاكسروا الصمت وبعدها فكر أو فكري في الطلاق براحتك أو براحتك. هو إحنا ليه ما بنشتاقش إلا بعد الموت؟ وليه ما بنتناقش إلا عند الطلاق؟ وليه ما بنقدرش إلا عند السرطان والمرض؟ وليه ما بنهتمش إلا بعد فوات الأوان؟ مبدئيا عايزك وعايزك تشيلوا النضارة السوداء من عينيكوا اللي مصورة لكل واحد فيكم ان التاني شيطان ومستحيل يتغير، لان النضارة السوداء دي بتعميك عن تقدير دور الطرف التاني واللي ممكن يكون حقيقي يستحق انه يغفر له زلات كتير لاننا في الاساس بشر مش معصومين. انت ليه فاكر اني لازم اكون دايما ماشي على السطر؟ ليه دايما من غير ما تشعر فاكر اني مش مفروض اغلط؟ المشكلة فيك انت مش فيا، وتصورك ليا بالكمال ده هو اللي بيخليك تحكم عليا احكام كتيرة غلط. تاني شيء عايزك تصدق وتصدقي ان ممكن يكون لسه في حل، ممكن يكون في شيء لسه ما عملتوش من شأنه انه يصلح ويغير مسار العلاقة دي كلها. صدق ده وبلاش تقول لنفسك انها خلاص قفلت بالضبة والمفتاح. صدق ان الحياة لسه ما خلصتش ما بينكم. مش عايز منك اكتر من انك تصدق ده وتريد الخير والاصلاح بس لو كنت صادق. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. فلو في إرادة حقيقية منكم للإصلاح كل مشاكلكم هتتحل في لحظة وهيوفق ربنا ما بينكم، وهو مع توفيق ربنا ممكن يتبقى أي خلافات؟ أكيد لأ. ودي محتاجة وقفة شوية، إنك إزاي تصنع في نفسك الإرادة والنية إنك تبدأ من جديد، ودي محتاجة شوية مجهود وتركيز. فمحتاجة منك تفكر في الجميل اللي عيشته مع الإنسانة دي، ومحتاجة منك تفكري في الحلو اللي عايشهولك الإنسان ده، وبعدها فكر أو فكري في الطلاق براحتك أو براحتك. بس افتكر دايما إن الحياة لا تحلو إلا بيهم، والجنة كمان متعتها ما بتكتملش إلا بيهم. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وهو ده المعنى الحقيقي للعيلة واللمة، إننا نتمسك ببعض للحظة دي. إحنا محتاجين نرجع هيبة الأشياء الحقيقية في نفوسنا من جديد. فاللي ما بيصليش مثلا محتاج يحس من جديد بهيبة الصلاة ويعظم قدرها في قلبه من جديد. وإحنا اللي عايشين مشاكل في بيوتنا محتاجين نحس بهيبة الرابطة المقدسة اللي بتجمعنا من جديد. مبدئيا الصمت والتباعد اللي انتوا عايشينه ده سببه الأساسي إن ما كانش فيه في يوم ما بينكوا صراحة بدرجة كافية، وده لوحده مؤشر خطير إن فيه حاجة غلط.
قلة الصراحة اللي بتبتدي معاك من زمان. عشان كده كتر التفاصيل ما بينكم على قد ما تقدر. فعدم وجود اهتمامات مشتركة ما بينكم هو اللي زود التباعد ده وخلى كل واحد يعيش في عالمه الخاص. فاصنعوا اهتمامات مشتركة ما بينكم ومناسبات تجمعكم، واندمجوا في حياة بعض على قد ما تقدروا. ومن أكبر الأسباب اللي بتخلي ما فيش صراحة ما بينكم إن كل واحد بيخاف من ردة فعل التاني وبيعمل حسابها. عشان كده اصنع مساحة آمنة للصراحة، بحيث إن كل طرف منكم يأمن ردة فعل التاني عند المصارحة وما يخافش. وافتكري دايما إنك لما تيجي على نفسك وتحافظي وتبقي على البيت في كل مرة إنك من نساء أهل الجنة، وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود العقود على زوجها، إذا آذت أو أوذيت جاءت لتأخذ يد زوجها ثم تقول: والله لا أذق غمضا حتى ترضى. فالمرأة العقود هي التي تعود لزوجها. وهنا تيجي مشكلة أكبر، وهي إحراجك وصدك ليها لما تجيلك. مشكلة إحراج الشخص اللي بيعتذر وصد ورد الشخص اللي بيلين وبيجي على نفسه، على الرغم إن ده مش هيقل منك شيء ولا هيزيدك. وفي الحديث الجميل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع لله أحد إلا رفعه الله. فتحملك لزوجتك وتنازلك لأجل بيتك وأولادك ده عمره ما يقلل منك ولا يقضع في رجولتك. وزي ما الصدقة ما بتنقص مالك، كمان عفوك ومسامحتك ما بينقص رجولتك، واعتذارك ما بينقص قوامتك، وتحملك ما بينقص كرامتك، وما يزيد الله بعفو إلا عزا. أنا ليه بقول لك الكلام ده؟ لأن عقبة الراجل في استقامة بيته هي كبرياءه، وعقبة المرأة في استقامة بيتها هي عنادها. حاجة تانية مهمة، وهي فهم كل واحد منهم لدور التاني. فمثلا الراجل في الطبيعي عليه مهام ومسؤوليات كبيرة وكتيرة، واللي بتختلف أهميتها من وقت للتاني. فمن ضمن مهامه إن يعرف يحتوي زوجته عند غضبها، ويعرف يقدرها عند أهله قبل أهلها، وحاجات تانية كتير. المهم إنكم لازم تعرفوا إن المسؤوليات دي بيختلف أهميتها من وقت للتاني. فمثلا اللي فاتح بيت في الظروف الاقتصادية الصعبة دي فهو بطل حقيقي. فاللي كان فاتح بيت زمان راجل، واللي فاتح بيت دلوقتي بطل. واللي كانت بتربي زمان امرأة ناجحة، واللي بتربي دلوقتي بطلة. إدراكك أنت بقى للدور ده كفيل إن يمحو ليه أي تقصير تاني، ويخليك تسامحي عن أي حاجة تانية مضايقاكي. وأنت كمان مع زحمة الحياة وكترة تفاصيلها ومسؤوليات الأولاد اللي أنت نفسك ممكن ما تكونش تعرف عنها حاجة، مفروض تقبل شوية حاجات ممكن في الطبيعي ما تكونش بتقبلها، زي البيت المرتب طول الوقت. والتانية اللي بتشتكي دايما إنه أغلب الوقت مش قاعد معاهم، ومتخيلة إنه هو مش قادر يستمتع بيهم ومش قادر يستمتع وسطهم. ومن الجهة التانية انت لازم تاخد بالك ببساطة انك انت معودتش نفسك ازاي تستمتع مع زوجتك واولادك، وازاي الوقت اللي بتقضيه ما بينهم يتحول للحظات استمتاع مش ممكن تتكرر تاني. فمن دلوقتي ابدأ اصنع ذكريات جديدة معاهم، بدل ما هتلاقي كل لحظة بتجمعك بيهم تقيلة، لا متحمل تنطيط عيل ولا دوشة حد. فسيب تليفونك واقعد مع اولادك، فكل لحظة بتضيع ممكن ما ترجعش تاني. واخر حاجة هقولها لك، إنك لما تكون في بيتك في متاهة والدايرة عمالة تكبر ومش عارف ليها حل ولا فاهم فيه إيه، ففكر في ربنا وقدرته، واسمع الآية اللي بتقول: يدبر الأمر، ومررها على قلبك واطمن ما دمت بتأدي اللي عليك. وخليك فاكر كمان إن العلاقات لو خلت من رؤية ربنا فلازم يكون مصيرها الوحشة والعتاب والملامة والملل والنفور والسآمة، وده قانون. فربنا هو الوحيد اللي قادر على إصلاح كل واحد منكم للتاني. واسمع الآية اللي بتقول: وأصلحنا له زوجها. فخليك على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى قادر يجمع ما بينكم تاني من جديد مهما وصلت ما بينكم الخلافات. فهو الذي مرج البحرين يلتقيان، فعلى اختلاف البحرين التقوا. سلام.